ازرع يا بني ازرع. وما الفائدة؟ نحن نزرع وغيرنا يقطع. هلكت البلاد، هلكت البلاد، لدي أخبار هامة. تكلم. هناك دماء وقتل كثير شمال غرب البلاد. يا بني، إنه قتال بين أهل الحق وأهل الباطل وفيه فتنة، لذلك سأنصحك نصيحة: إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك واحفظ لسانك ودع عنك أمر العامة. ويا بني، من يزرع الأشجار يجني الثمار، ولا يغرك كثرة المفسدين من حولك. لقد ربطوا حجارة على معدتهم من شدة الجوع، لا يمكن خوض معركة والمعدة فارغة. السلام عليكم. المقاتلون يتضورون جوعا، لماذا هذا التأخر في إعداد الطعام؟ كنت أقدم الطعام لهذا الشخص وأمثاله أول. مواطن كسول كثير الشكوى عديم الصبر همه شهواته. أحسنت. الجاهل الذي لا تحتضنه القرية يحرقها بجهله ليذوق دفئها، وإهمال احتياجات الفرد قد تؤدي إلى متاعب تؤثر على المجتمع بأسره. أكمل. لقد مللت من هذا الطعام. لماذا لا نطلب من الغرب إعمار بلادنا وتأمين احتياجاتنا؟ الحمار لا يلد حصانا يا بني، والأصل يؤثر على النتيجة، ولا تتوقع شيئا رائعا من مصدر سيء. وبالمناسبة أنت لا تعيش لكي تأكل، ولكن تأكل لكي تعيش. أحضرت لك المزيد من كتب الطب لتداوي الجرحى بكل صدق. أحضرت لك المزيد من كتب الهندسة لتبني البلاد المدمرة، وركز على بناء المدرسة. أحضرت لك المزيد من كتب الشريعة لتعلم الناس أصول العقيدة، وركز على فقه الأولويات ومبادئ العيش المشترك بين الناس باختلاف الطوائف والأجناس. الله أكبر الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا فعل الطغاة بمساجد المسلمين؟ ألم تسمع صوت الأذان؟ ألا تريد الذهاب إلى صلاة الجماعة؟ ألم تقل لي إلزم بيتك واحفظ لسانك ودع عنك أمر العامة؟ يا بني، هذا لا يعني أن تترك صلاة الجماعة في المسجد، ولا يعني أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني أن تترك الصحبة الصالحة. هيا بنا، تعال إلى المسجد. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه.